استراتيجية التعامل مع الناس من وحي سورة الناس. موضوع سورة الناس الوسوسة. سئل الشافعي: كيف يكون سوء الظن بالله؟ قال: الوسوسة والخوف الدائم من وقوع مصيبة وترقب زوال النعمة كلها من سوء الظن بالرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا حسن الظن بك والتوكل عليه. قاعدة الفشل هي إرضاء جميع الناس، وقاعدة النجاح أو الفلاح، النجاح الدنيوي والأخروي، هي إرضاء رب الناس. نحن نلاحظ أن هذه الآيات لم يذكر فيها الشيطان، وإنما ذكر فيها الوسواس. وقبل أن نوضح ما هو الوسواس، فإن الثقة بالنفس مطلوبة في التعامل مع الناس، ولا يوجد إنسان ناجح في حياته إلا وكان واثقا من نفسه. ربما تصل ثقته أحيانا، وهذا ما لا نريده، لحد الغرور. فالأيدي المرتعشة الموسوسة لا تفعل وتظل عاجزة، وإذا كان الفعل صواب أو خطأ فهو ضروري لاستمرار الحياة. فنحن ننادي بالفعل مع الثقة بالله والتوكل عليه، وإن شاء الله يكون الفعل صوابا. الناس لا سبيل لها إلا نقد أي فعل وتثبيط الهمم، وهذه عادتهم، وكلامهم كثير ولا مقيد لألسنتهم، فهم تكلموا في كل شيء. المهم أن تجعل هذا النقد لا يشكك في فعلك وعملك ولا يوسوس لك، وكن واثقا من نفسك. الوسواس هو الذي ينخر في عقل ومشاعر الإنسان ليمنعه عن الفعل ويحقق عجزه الكامل، وهي غاية شيطانية نجدها آتية من عالم الجن أو الإنس. فإذا عزمت فتوكل على الله، وتذكر حتى لو كان عاقبة الفعل غير صحيحة فهي أحسن من الامتناع عن الفعل. إن التأثير السلبي للناس وتثبيطهم للهمم ومحاولة إحباطك لا حدود لها. يحتاج ثقة حديدية في النفس كي نجابه وننطلق على بركة وتوفيق من الله دون اعتبار لكلام الناس. وهذه هي استراتيجية التعامل مع الناس. من الأشياء التي تفتح باب الوساوس التفكير بالماضي وكلمة ولو، وقد فتح الله آلية الاستغفار لتجديد الإنسان داخليا ليعيش في لحظته وحاضره. 2. القلق على المستقبل وهو بيد الله. 3. الاقتراب والتحدث مع الناس السلبيين الذين يشككون في قدرتك ويرون الظروف بنظارة سوداء دائما، وليس لديهم إلا الإحباط وتثبيط الهمم. 4. التدقيق فيما يقول ويفعله الآخرون، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، كما أن على الإنسان أن يتجاهل كلام الناس الذي لا ينفع ولا يضر. 5. محاولة إرضاء الجميع. 6. السعي وراء أن تكون مثالي دائما، وهذا غير مطلوب. 7. قسلة الشكوى والشعور بأنك ضحية. كل هذه الأبواب ينبغي أن تغلقها وأن تكتفي بما قدرك الله عليه. كل هذا من وحي سورة الناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ويتم بها المصحف، فيتم المصحف لأن يغلق باب الوسواس بعدما هدى الله الإنسان بفعل هذا القرآن الكريم، بأن يفهم ما يريده الله، وبأن يلتزم الصراط المستقيم، الصراط الموصل إلى الله وإلى الرضا وإلى النعيم.